اللي خلينا اقول طمع، فانا شايف ممكن هو يكون طمع من الريحاني. الريحاني طبعا ادى كتف للراجل اللي كان بيدير الشركه او بيدير الفرقه بتاعتهم. والناحيه التانيه طبعا بعد ما نجيب الريحاني استحوذ على اغلب الايرادات، وبعد ما ادى كتف طبعا للي كان بيدير الفرقه ومشاه وبقى هو المستحوذ على اغلب الايرادات، يجي امين صدقي يقول له انا عايز اخد نسبه، لان انا اللي بالف، وانا الناس برضو بتيجي بسبب النجاح اللي انا كاتبه، وضفت روايات واغاني وحاجات كتيره. لكن نجيب الريحاني بيرفض، فبيطير طبعا امين صدقي لمين؟ للفرقه المنافسه اللي هي بتاعت علي الكسار. راح مع علي الكسار طبعا فهمه حاجات تانية بقى، قال له لا انت لازم تجيب مسرح لوحدك. يا دي الخواجه روزاتي، يا عيني خواجه روزاتي ده اتبهدل. نجيب الريحاني ينجح معاه ويسيبه ويمشي، يجي علي الكسار ينجح معاه، او يجيب علي الكسار عشان يضايق بيه نجيب الريحاني، فينجح علي الكسار معاه. امين صدقي يتعارك مع نجيب الريحاني، يبدا يوعي علي الكسار انك لازم تعمل مسرح لوحدك، فراحوا عمل مسرح لوحدهم اسمه الماجستيك. نجيب الريحاني زي ما قلنا طور وجاب اوركسترا وناس كتير من بره وكده، وعمل يعني استعراض اسمه حمار وحلاوه. طبعا الاسامي بقى، وناس كتير دلوقتي تقول لك ايه لما يلاقوا اسم فيلم هابط ولا حاجه، يقول لك ده اسمه هابط، ده اسمه فاشل، ده مش عارف ايه. شوف اسامي الروايات كان عامل ازاي، هز يا وز وحمار وحلاوه وحاجات، اسامي برضه مش كويسه خالص. لكن دي كانت في البدايه، كانوا بيلطشوا يعني زي ما بيقولوا، او بيلوشوا في بدايتهم، ما بداوش بحاجات جامده يعني. فين وفين لما حصل نضج، ده المقصود يعني برضه. فحمار وحلاوه دي كسرت الدنيا، زي مثلا اغنيه مهرجان ولا حاجه هابطه مثلا، نجحت لدرجه ان نجيب الريحاني بقى معاه فلوس بالهبل. في الشهر الاولاني من الاستعراض ده كسب نجيب الريحاني 400 جنيه. بدات تسمع ارقام كبيره واحنا لسه في نفس السنه. واتقال اشاعه وقتها انه اشترى يعني ضيعه، يعني زي عزبه كده، سماها حمار وحلاوه بسبب نجاح الاستعراض ده. بعد طبعا ما امين صدقي مشي من فرقه الايجيبسيانا او مسرح الايجيبسيانا مع نجيب الريحاني، جه بداله مين؟ شاعر ومدرس شاب اسمه بديع خيري. وده اللي هتكمل بقى الحكايه كلها معاه، مع نجيب الريحاني ويطلع ابنه عادل خيري، وهنشوف دلوقتي برضه. نجيب الريحاني ده كان راجل وطني جدا بقى. بديع خيري كان راجل وطني جدا، عنده اسجال واشعار كلها وطنيه. هنا بقى النضج بدا يوصل لنجيب الريحاني. كنا شفنا نجيب الريحاني بدا مع امين صدقي استعراضات وخفه دم وهزار وهق ومق، يوصل لمرحلة بديع خيري المدرس المثقف اللي يبدأ يدخل بقى الوطنية والكراهية للإنجليز والاحتلال البريطاني، ويبدأ يدخل بقى الكلام بتاع الاستقلال وكده، ويدخل كمان برضو العمق والفكرة والأدب اللي بجد على شغل نجيب الريحاني. نجيب الريحاني كمان اعتمد على بديع خيري في أسجاله اللي فيها نكت مصرية اللي هو كان بيحبها أصلا الريحاني، فلا دمه خفيف قوي وبيقدم حاجات جميلة جدا. وقتها نجيب الريحاني أغرى موسيقار شاب موهوب اسمه سيد درويش إنه يسيب فرقة جورج أبيض مقابل 40 جنيه في الشهر بدل من 18 جنيه اللي كان بياخدهم عند جورج أبيض، وخلاه الفترة دي يشتغل مع الريحاني من سنة 1918 ل 1920، واشتغل معاه أغاني وحاجات واستعراضات زي قولوله و إيش، واغنية اسمها ولو، واغنية تانية اسمها رن، واغنية تانية اسمها فشر. عمل معاه في الجيبسيانا حاجات جامدة جدا. مع مين؟ مع الموسيقار الشاب سيد درويش. وصلت ارباح الريحاني في نهاية السنة دي ل 28 ألف جنيه. ونبدأ مرحلة بقى من 1920 1926، مرحلة بديع خيري والأوبريت. مرحلة الأوبريت بقى من 1920 ل 1926. طبعا وقتها زي ما قلنا بديع خيري دخلوا في قصص كتير بقى ليها علاقة برفض الاحتلال والدعوة للاستقلال وحاجات كتير جدا، وبدأ يغير بقى الفكرة بتاعت ان احنا نعمل مسرح غنائي وكده، لا نعمل اوبريت، عشان وقتها حتى يقدر نجيب الريحاني يقدم بقى الكوميديا بتاعته ويقدم الحاجات بتاعته بدل الشكل الاستعراضي اللي بقى المسرح بالنسبة له. يعني رايح مسرح ده بقى رايح ترفيه، رايح يتفرج على رقص واغاني زي ما احنا قلنا، لا دخل فيه بقى هو حاجات تانية مختلفة، وبطل حتى الحاجات الأجنبية اللي كانوا يعني بيمصروها وبيعملوها باللغة العربية دي،
غيرها وبدأ يجيب شخصيات قريبة من الناس وقريبة من الشارع، زي الإسكافي والموسيقار. الإسكافي اللي هو بيصلح الأحذية يعني، والموسيقار. وحتى ساب شخصية كشكش بيك بقى اللي قاعد يعملها كل شوية دي، غيرها خالص وبدأ يجيب حاجات يعني قريبة من الناس. عمل مسرحية برضه فضل شغال زي المسرحيات اللي كان بينقلها من بره، زي مسرحية اللحية الزرقاء، اشتغلها برضه سنة 1920. واشتغل برضه العشرة الطيبة. لكن العشرة الطيبة دي حصل فيها مشكلة بسبب انه طبعا بعد الاستعراضات اللي عملها بديع خيري، كتب الاسجال بتاعتها ولحنها سيد درويش. المشكلة كلها ان في ناس راحوا حاطين بقى ايه، دسيسة كده او ابرة، ضربوها في نجيب الريحاني. قالوا ان المسرحية دي بتسخر من مين؟ من الاتراك. طبعا وقتها عارفين تبعية مصر، تبعية مصر لتركيا وقتها، او للدولة العثمانية. فقالوا لا، ده هو بيهاجم بقى مساوئ الحكم العثماني، وده اصلا تمهيد عشان الناس تحب الحياة مع الاحتلال الانجليزي اكتر. وطبعا كان وقتها بتحصل مشاكل كبيرة اوي، ان واحد يطلع في نص الصالة ويزعق ويقول يسقط الريحاني، ويقعد يشتم ويهدد الريحاني كمان. فيعني ايه كل ده لمجرد ان فيها انتقاد بس للدولة العثمانية لانها اتهزمت وقتها في الحرب. فبالتالي نجيب الريحاني حب يسخر سخرية عادية جدا، ودولة في الآخر بالنسبة لك دولة احتلال. فبدأوا يحطوا له ناس كده في وسط المسرح يشتموه ويهددوه كمان، عشان آه، يخافوا ما يعملش الاستعراضات دي تاني، أو ما يعملش الرواية بتاعت العشرة الطيبة تاني. كان هو بدأ يشتغل حتى في كازينو دي باري، ده أجره كازينو دي باري، وده أجره ب1000 جنيه عشان يبدأ يشتغل عليه. وبدأ بقى يشتغل مع ناس تانية زي ما احنا قلنا، وبدأ يطور من المسرح بتاعه. لكن أول صدمة في حياته اللي حطوه في مواجهة مع الدولة العثمانية. بعد الهجوم ده على الريحاني قال لك امشي بقى من مصر واروح بقى بعيد شوية، عشان كان في هجوم جامد جدا عليه. فراح في الدول العربية التانية يعمل نفس المسرحيات بتاعته عشان يتفاجئ بحاجة تانية. فاكرين أمين عطلة صاحبه اللي كان بيمثل معاه في المسرح ويعمل دور الشيخ ينسون؟ كان بيعمل دور كده في مسرحياته، كان شغال مع نجيب الريحاني يعني. راح هناك لقى بيقلد شخصية كشكش بيه ومسميها كشكاش. يعني نجيب الريحاني راح هناك لقى ان في نسخة من كشكش بيه اللي جاي يعمله معمولة اصلا ومشهورة هناك في الدول العربية، واللي بيعملها صاحبه اللي كان معاه في الفرقة. بل انه مش بس قلده، لا ده قلد كمان كل المسرحيات بتاعته وخدها زي ما هي كده، وكان مشهور بيها بره. بس طبعا مفيش انترنت، مفيش اي حاجة توضح الكلام ده. فيروح نجيب الريحاني يلاقي ان واحد كان بيشغل معاه في الفرقة انتحل شخصيته اصلا وعامل كل مسرحياته ومكسر بيها الدنيا في الوطن العربي. تاخد الحاجه اللي تضحك اكتر من كده بقى، ان لما نجيب الريحاني جه يعمل كشكش بيه اتهموه انه بيقلد امين عطله. يعني طبعا ده جاي بالنسبه لهم، ما يعرفوش ان هو صاحب الشخصيه الاصليه، وان امين عطله ده هو اللي بيقلده. لا، ده جاي يفتح مسرح وجاي عمل مسرحيه اسمها كشكش بيه. الناس دخلت قالت ايه ده بيقلد امين عطله. مين عطله؟ مين امين عطله ده يا جماعه؟ ده صاحبي، ده كان بيمثل معايا. راح يشوف مسرحيته لقاه عامل كل حاجه كان الريحاني بيعملها زمان، نقل شخصياته ونقل كل حاجه فيه. اهم حاجه حققها الريحاني في الرحله بتاعته للدول العربيه دي انه اتعرف ببديعه مصبني اللي ضمها لفرقته. وخلاص بدات تحصل يعني علاقه حب بينهم هما الاتنين ومع بعض، ورجعوا هما الاتنين سنه 2000. وهما رجعوا الاتنين لمصر سنه 1921. وهو رجع مصر لقى مين؟ الخواجه اليوناني رافع عليه قضيه عشان يعني بيستغل المسرح بتاعه بتاع الايجيبسيانا اللي هو كان مأجره، ولكن القضية دي هو كسبها يعني. وبدأ يرجع نجيب الريحاني ويعمل مسرحيات بقى فيها ميلودراما، ومع مسرحيات يعني فيها عنف اكتر من كده، يعني لدرجة ان هو عمل ريا وسكينة، العصابة اللي هي بتخطف الستات وبتاخد دهبهم، واللي كانت لسه يعني لسه مكتشفينها السنة دي يعني في نفس السنة. فراح عامل مسرحية عنهم. فكان اول واحد يتكلم عن ريا وسكينة. تحصل مشكلة بين الخواجة بتاع مسرح ايجيبسيانا وبين نجيب الريحاني. فنجيب الريحاني عايز يأجر المسرح، والراجل صاحب المسرح بيقول له لا، انا هأجره الفرقة الأجنبية اللي جاية واخليك تشتغل في الأجازات بتاعتهم على المسرح. نجيب الريحاني يمشي ويروح
دول تاني عربية، دول الشام، ويلف لفة شوية. وقتها كان اسم بديع مصابني بدأ يتشهر جامد جدا. وسافر. نجيب الريحاني قابل كام مصيبة ورا بعض، أولها اختفاء أخوه. أخوه اختفى مرة واحدة، ما عرفولوش مكان. فين أخوه؟ مفيش. وفي نفس الوقت اتوفت والدته، والدة نجيب الريحاني. ففضل قاعد بره في مشاكل مادية ومشاكل نفسية طبعا، وما اشتغلش للدرجة اللي هو خلاص فكر فيها انه يعتزل. الفلوس اللي معاه يدوب بقى يعيش بيها وخلاص. لكن هو سمع ان في ممثل شاب رجع من ايطاليا وبيخرج كمان وبيعمل حاجة اسمها ميلودراما، حاجة جديدة كده، وهينزل مصر ويكسر الدنيا. حس نجيب الريحاني انه مش هيبقى الممثل الوحيد اللي في مصر، وانه حتى لو حب يرجع ممكن الناس تنساه وتفتكر الممثل الشاب اللي جاي يكسر الدنيا في مصر ده. مين الشاب ده؟ يوسف وهبي. الباقي في الحلقة الجاية.